ولادي كانوا عايزين يفطروا فطار سريع كده ومش تقليدي، كانوا جعانين فكانوا عايزين يعمل لهم حاجة ما تاخدش وقت كبير. فدخلت المطبخ على طول وبدأت بقى في تجهيزات. جبت حوالي 6 معالق كبار لبن، حطيت عليهم رشة ملح صغيرة ومعلقة كبيرة زبدة سايحة وكوباية كبيرة دقيق. الوصفة دي مش محتاجة عجن وخبز كتير، ولا العيش ده بيحتاج دقيق، ودي حلاوتها. هخلط الخليط ده كله ببعضه لحد ما يعمل لي عجينة متماسكة. لما العجينة تتكون هغطيها واحطها في التلاجة لمدة نص ساعة بس. هبدأ بقى اجهز في الفيلينج اللي انا هحطه في العيش ده. هجيب بطاطاية اغسلها كويس واحطها في مية على النار لحد ما تستوي خالص، مش هتاخد ربع ساعة. اطلعها واهرسها بالشوكة كويس. انا اخترت ان انا احط بطاطس في الوصفة دي، بس طبعا ممكن تحطوا اي نوع خضار. ممكن تهرسوه مع البطاطس لو ولادكم مش بيحبوا الخضار عشان ما يبانش في الساندوتش اللي احنا هنعمله. هطلع بقى البسطرمة اللي انا كنت عاملاها من الفريزر واقطعها صغير واحطها على البطاطس واخلطها كويس، وكده الفيلينج بتاعي جاهز. هحط بقى شوية دقيق على الكاونتر اللي انا هشتغل عليه. هطلع العجينة بتاعتي من التلاجة، هقسمها نصين وهبططها بايدي، وبعدين افردها بالنشابة بالمنظر ده لحد ما تبقى شبه العيش كده، يبقى سمكها كويس، لا رفيع قوي ولا تخينة قوي. هجيب شوية جبنة موتزاريلا احطها في النص كده، وبعدين هحط عليها الفيلينج بتاعي. هحط حوالي معلقتين كبار وابططه بالمنظر ده، واقوم حط عليه جبنة موتزاريلا وابططها برضو بالمنظر ده، وكده الفيلينج بتاعي خلص. اتأكد ان كل حاجة في مكانها، وابدأ اقفل العجينة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بجمع العجينة كلها في النص عشان ألزقها في بعض. بعد ما اقفل العجينة كويس واتأكد ان كل حاجة في مكانها، هبدأ ابططها بايدي وافرد كل حاجة تاني لحد ما الاقيها بتفرد وبتكبر معايا. هقلبها بحيث ان الجزء اللي انا قفلته يبقى هو اللي تحت، وابدأ امشي عليها بالنشابة لحد ما تكبر وتعملني زي قرص العيش كده. دي شكلها بعد ما فردتها. هجيب طاسة احطها على النار وارشها بشوية زيت، بعدين احط عليها الساندوتش بتاعي. بحطه على نار متوسطة عشان ما يتحرقش. هياخد حوالي دقيقتين كده، واقوم قلبها على الناحية التانية. ده شكله بعد ما خلص. ريحته بجد جميلة جدا. هقسمه نصين. العجينة اللي انا عملتها دي طلعت لي ساندوتشين. عملت ساندوتش تاني للعيال ياكلوه، وده بتاعي. هسمي الله بقى واكل. بجد ساندوتش تحفة، ما بياخدش وقت خالص في العمايل. ممكن تحطوا فيه اي فيلينج انتوا عايزينه. بصوا بس التشيز بول وجمالها، مش محتاج خبيز وعجب، وبيخلص بسرعة جدا، والولاد كمان هيتبسطوا بيه قوي. وينفع طبعا لو ما عندكيش عيش في البيت.